الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. لا أكاديمية زاد قناغي دوم دست بابتي تربية وتزكية أكين إن شاء الله برورده سرتا أعمال القلوب ليو دست بيكين باما سوران دست بيبكا وماني بخيونتوا. الإخلاص هو لب العبادة وروحها وأساس قبول الأعمال وردها، وهو أهم أعمال القلوب وأعلاها، وهو مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. لذلك كله كان الأجدر أن تكون البداية بالحديث عن الإخلاص. الإخلاص في اللغة يقال أخلص الشيء، جعله محضا ولم يخلط معه غيره، كما قال تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الإخلاص في الاصطلاح قال ابن القيم هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. وقال بعضهم: ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله ولا مجازيا سواه. قال الشاعر: إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب، فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى وقد وافقته سنة وكتاب. بلى طبعا برزان إخلاص كروكي عبادته والروح عبادته، يعني جيانكيت، يعني أجر أو إخلاص دركنا بيجانبت عبادة أساسي ورقرتني هرشي كردوكان يو ورنقرتني بيوست بإخلاصه لقرنكترين كردوكاني ضل أعمالي ضل ولا همي برستر إخلاصه بويا مفتاحي كليلي بانقوازي حرشي بيغمركاني بودسي بيكردوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني حرشي بيغمراني هاتون كتشيب كان كخلقي خواب برسن ومخلصش بن لا دين داريتي كان حنفاء. وهروها فرمي: ألا لله الدين الخالص، يعني ديني خالص، يعني ديني كيباكو بيغش بوخوا أبي أنجام بدري. لذلك كله كان الأجدر بويا لبرخاتر أمانة قشتي بويا يكم بابت كإما باسي لسربكين للتربية إنا لبشي دوما إخلاصة لأعمال قلوب بويا دامنا أما باسكين إخلاص لزماني عربية لتشي وهاتوا لويك الشتيت شيتي تريتيك الله بي، يعني مثلا تقول أم هنيونا خالصة، يعني غشي تاني اشتي تريتيك الله أم شيرة أما أسخ خالصة بس شيرة آيتياتيك الله كراوة. بويا خوي تعالى فرمي: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لنا خوي تعالى كاتيك بلغي قوري خوا لبيني تشيو لبيني خينو دماري خينو دماري بيسيو دماري ميزو أمانة هرهمي خوي تعالى تشي شيريكي باكي بالوفتي بوتو آماده كردوه، يعني ما أو بري قورية كخوي تعالى بوشي وحي واني خلق كردوه. ولا اصطلاح زاروي زانايانا إخلاص أويك تحكو تنيعي خوا حج شريكي كي بقرانا دي لعبادته لطاعتها. هندي شانو تيانا ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله، هنيكو تيانا إخلاص أويا كاتتو كاريك ناكي، يعني الله أم كارك خالص بخوايكم أويك شاوران نبي كسبي بيني وشاوران نبي كسب عداش ذاته لسري، يعني بو نبي خلق بكي تشعير لسكارة كانت أو من رين بو حج تيجي هام لحج لما الخوا دعاء خير تنبوكم يقول دعاء خير لهم كيفنا قال لي نفش شيء بوتشي والله نيجك حموشتك يعني بوت الرياء امره خوف انا ممده واي بياتو يعني اشتكان اتوان بلم زوري شريك قراردانه بخوي تعالى يعني براسي ودائما يا مكات كاريك كاين شاوراني خلف هذاش ما مات ولا سني، يعني إذا تشاوران بهذاش إخواني نازني أجر خلق بوتي دست تخش براسي كاري باش تذكر أوزر جل بهذاش قيامت كما كاتوا بهذاش قيامت كما كاتوا بويا باش وايا إنسان نكز بك بشايت وندعواش لكز بك أجر يكوتي وموضوعك تأخذ دوات نكردوا يا إيك قدرا بيني يستقرب ونجي جماعات يتخلق بيني بس بونات شيء خلق بدبيني بله الشاعري شجع أجر كاركت بوخوا خالص نبو أو بناية كي خرابة، يعني ما بس ويا كبناية بكي أجر لا خالص بوخانة بناية كده روخيا هر لا يوارو. فللعمل والإخلاص شرط بوها مكارك إخلاص شرطة إذا أتى بو مرجع موافق السنة به وموافق قرآن به،
يعني كابو عملي إنسان لم لا شو إلا السورة كان نسراوة وجوب الإخلاص وأنه شرط لقبول العمل نرونيا كما أو كلا سر نسراوة بس برون كرنا بوي بزانين كوا همو كرد ويا بوي خوا لا يخوا قبول به دو شرطي هي شرطك أبي خالص بو خوا به دو همش أبي ببي شريعة خوا به إذا خوتو مثلا خالصا بو خوا جاري ويا كابرا مثلا دور كات نيوجك على العشاء يعني دور كات نيوجك هل خوا شيء كا بس ورنا يجي لبرو خوا وتتي بتشارك نيجي يعني شاركه إيش كون جاتي ده ما هو خوايكم دوناكم شاركم حسكم شارك أولي ناقل خوا وتتي دولك بويا أبي شرطك أبي بخوا بيكي شرط دوم أبي شيء بيه موافقة أجر هرد جيتيان أبي خوا قبوليناك يسوى بيش إذا كابرا حمو جياني لسه شريعة خوا بيه بس نيتي وخواني خوا قبوليناك كابرا كامل نيتي بخوا بيه بلان ببيش شريعتنا بخوا قبوليناك بويا وزور زور جرينجو حتى أخير درسك أما أبي أقام الليبي بله جرينجي نيت أهمية النية مدار الأعمال على النية وإنما يعطى الإنسان على حسب نيته ويبعث على حسب نيته. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. كوابو نيت زور زور جرينجا حتى كردوي إنسان لسر نيتك والسوا زان شان نيت باكا أو نخواب يتدا بفي نيتي شد للروج قيامتها محاسبة لسركري حساب بفي نيته إنما الأعمال بالنيات أمو كردوا كان بفي نيته وإنما لكل امرئ ما نوى هركا سير بفي أو نيتي كهيتي خواب هذا الشيء ذاته. يحيى كري أبي كثير رحمتي خوالي فرميتي نيت فير ببن يعني ما بس إشارة زايتا لنيتها بها مسألة نيت شنك الزور يعني دين حمو طبعا نيت العمل مهم ترى نيت العمل مهم ترى بوشي نيت العمل مهم ترى جاري وهي تو نيت تي كاري بكي بوت ناكري بس شنك نيت بو بكي خواه قروب هذا اشتدات بله. من ثمرات الإخلاص برهمكاني إخلاص قبول العمل كردوا كانت قبولها بالله إخوة تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه بالروح زيك إمام مصري حصول الأجر ومضاعفته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. قال ابن المبارك رحمه الله رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كبير تصغره النية. وقال الزبيد اليامي رحمه الله إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب إدراك العمل وإن عجز عنه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وفي رواية لمسلم إلا شركوكم في الأجر. وأيضا فقد يحصل الرجل الفقير على أجر الغني المتصدق بماله إن أحسن النية. فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل 4 نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله ينفقه في حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. النجاة من النار. قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. طبعا خوش بسكان بلبرها مكاني إخلاص يكميان عمل كانت قبول به دوهميان أجر وباداش تكان زور دسكيو شنقاتي شبيتوا سيميان جاري وهي بونيتك تو هر نيتت هي كردويه لك دو انو سريك نت كردوه بس نيتت دو بيكي شوارميان لا اجري جهنم رزقارت به يكميان طبعا ككردوا كان القبول به او حديثك في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي خوي تعالى كارق ورناغري الا ابي خالص بلا خاطري او كرابه
ئەجرەکە ئەجرت گەورە ئەبێت و چەند قات ئەبێتەوە ئەجر دەستەکەی و چەند قات ئەبێتەوە لەبەرەوەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی بەو سەحابەیە فەرموویەتی هەر نەفەقەیە کە ئەی بەخشی مادام بەستی خوات هەیە ئیلا خوای تعالی يعني لسري پاداش تداتو حتى ئەوەی کە ئەیکەیتە دەم ژنەکەتەوە حتى ئەوەی کە دەم مناڵەکەتەوە هەر خێرت دەستەکەوێ. ابن مبارك ئەفەرمێ جاری وایە عملێکی بچووکە کە ئەیکەی بچووکە بەڵام نیەتەکەت گەورەیە خوای گەورە بە گەورەی بۆتە نووسێ. زوبەیدی یامی ئەفەرمێ من حەزەکەم لە هەموو شتێکان نیەتم هەبێ ینی نیەتی خوام هەبێ حتى کە خواردن ئەیخۆم مەبەستم ئەوە بێ کە خوا لێم ڕازیە بێ ئەگەر نەیخۆم خوا محاسبە مەکە حتى ئاو کاتی ئەیخۆم بەوش نیەتە ئەیخۆمە کە ئەگەر نەیخۆمە خوا محاسبە مەکە خۆمە کوژم ئەگەر بیخۆمە ئەجرم دەسەکەوێ ڕاعاتی خوا زیاترەکەم تووسیکە ینی ئەمە هەر ئەسڵ جاڕایە لەبیرت نییە ئەمانە هەر هەموویە بێ بە عیبادەت بوون کردەوەی لێکت بۆ ئەنووسرێت کە تۆ نەتوانیوە بیکەی بەڵام بۆت بەبینێت چاکیەکەت بۆت نووسراوە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمێ کاتی ڕۆیشتن بۆ تەبوک طبعا یەک مانگەڕێ بە گەرمای نیمەڕۆ مسلمانان بۆ جیهاد ڕۆیشتن ماڵ و سامانەکەشیان هەوی بردوو لەگەڵ خۆیانە بەتەمانە بن بگەڕێنەوە مانگی ڕێ ئەم سەر مانگی ڕێ ئەو سەر و لەوێ 20 ڕۆژمانەوە ئەو غەزایە زۆر قورس بوو. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمووی خەڵکانێکەیە لە مەدینە دانیشتون لە ماڵی خۆیان هەن لە سێبەری ماڵەکەی خۆیان و لەناو ماڵ و مناڵی خۆیانان ئەجریمەیان دەسەکەوێت چونکە عوزریان بۆ نەهاتنە خوابانی نووسیوە ینی بەشدارن لە ئەجرەکانتانە. و هەروەها جاری وایە کابرایەکی فەقیر نیەتی ببەخشێ ئەجری کابرایەکی هەیە نییە و دەفتەرە بەخشێ بۆ چونکە ئەم فەقیرە ئەڵێ خۆزگایە بم وایە واللهی بم وایە ئەبایە منش مزگەوتێکم دروست کردایە خۆ ئەجری مزگەوتێکی بۆ نووسرێت چونکە نیەتی بووە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەو حەدیثە ئەفەرمێ نمونەی ئومەتەوە نمونەی 4 نەفەروانە رجل آتاه الله مالا وعلما خوای تعالی مال و علمیشی پێداوە فهو يعمل في ماله يعني لا مالكي خويا ايش شكال يعني قصدي لك وباركي خو ايش بيك ينفقه في حقي لجي خوش صرفك. ورجل آتاه الله علما كابرايك ترخوا علمي دابي ارينيه علمي هي ولم يؤته مالا بلام عمل بعلمك اكا ولا ذلي خوش عليه والله اگر بارم هبوايه ابي او شم كرداه والله من 500 هاجر واموتوا وتما اگر خوزقه جارش وهي من ايزانم اجرك چن گوريه خو دولمانه نايزانه وتما اگر ايسا پارت بيو او كي زين چن گوريه جاء افرمي پیغمبري خاص الله سبحانه فرمي فهما في الاجر سواء او دوانا لاجر وكيك وانا كابراي دولمن ك يعني عمل شكا بويك اخوا بيداوا جقل لو باريك اخوا بيدا عمل شي فيك وكابراي عالمش ك تمناك جقل علميك هيتي وعملي فيك تمناك باري كابراي هبيو او خيرش بك عينا وك هو امش او خيري كرد به بي انوسريه شك امنيتي هبو بيك بله طبعا لا اجري جهنم مش نجات ما ندا اخلاص براسي خوي تعالى فرمي لو اجري جهنم اتقى نجاتي به اتقى لي بدور به لو اجرى اتقاك اويك يؤتي ماله ويتزكى زكاه له هيك كسي نعمتك بسرونيه تشاكيك بو ينكر تام زكاتك نعم لا خاطر خوايده اصلا فقير كان ناينا سيباركي خوي بيدا عايز زلامي وهي بدفتر زكاته اخر زور زحمه الدفتر حتى دريا كيف شي حاله دعاء يدي لبر خاطري خوي ديتك كسي نايناس اما الا ابتغاء وجه ربي الاعلى الا بخوانا ما بغيتش كسيني اما زور مهمه ولا سوف يرضى ابو اخوان رازي اكابر راستي. من عواقب ترك الإخلاص دخول النار يوم القيامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة وهم من جاهد أو تعلم وعلم أو أنفق ماله رئاء وسمعة. أنا بدأخوا يعني أجر إخلاص النبي خواب نام داد شتا أجري جهنم وأبو هريرة أفرمي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دائما يعني دائما أجنوما فرمي أبو هريرة سيكس هن أجري جهنم بوانا قرمكري لا حول ولا قوة إلا بالله أوانش بريتين لكي بريتين لكابرايك جهادك روشتوبة جهاد بو غزة كابرايك فيري علمي الشرعي أبيه وخلتش فيرك وكابرايك تريش زكاة أداو خيرك
بەڵام هەرسێکیان بۆ خوا نایکەن مەبەستیان غەیری خوا رياء وسمعة. کابرا غەزاکە بۆی بڵێن ئازایە، کابرا عیلمە خوێنێ و خەڵک فێرەکە بۆی بڵێن عالمە، کابرای تریش بۆی خەڵک وەسفی بداتەوە، هەرسێکیان لە جیاتیەوەی خێریان دەستکەوێ هەرچیان تاوانبارە بن. عدم قبول العمل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بەڵێ کردەوەکانی ئینسانیش قبول نابێت، چونکە پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله عليه وسلم من دەوڵەمەندترین کەسم لەوەی کە شەریکم بۆ قرار بدرێ، هەر کەسێ شەریکم بۆ قراردا لە کارەکانی و کاری لێ قبول ناکەم، خۆی وش کارەکەی ئەگەڕێنمەوە. من علامات الإخلاص عدم حب الشهرة. نیشانە هەن نیشانەی ئیخلاسی ئینسانن، بڕێ نیشانان نیشانەی ئیخلاسی ئینسانن. گوێ لێ بگرە مامۆستا سۆران حەبی خوێنەوە بیکە بە کوردیش خۆت. عدم الحب الشهرة بیکە بە کوردی، هەر خۆت بیکە کوردی. حەز نەکردن لە ناوبانگ دەرکردن، يعني حەز علامەی ئیخلاسە، حەزەکەی مەشهور نەبی، خۆ لەوانەیە مەشهوریش ببی بەس تو خۆت حەزی لێ ناکەی. بەڵێ عدم حب المدح والثناء، حەز ناکە پێیا هەڵدەن و مەدح و سەنای بکەن. الحماس للعمل للدين، يعني بەگەرمی و بەگەرمی. المبادرة للعمل واحتساب الأجر، دەست پێشخەرە لە کردەوە چاکەکانە و چاوەڕانی وای خوا پاداشی باتۆ نەک خەڵک. الصبر والتحمل وعدم التشكي، ئارام ئەگرێ و بەرگە ئەگرێ و شکات و سکاڵە ناکات. کوڕم مردمە حتا بەیانی شەو نەخەوتمە والله حاڵم زۆر خراپە، موسڵمانان فریام کەون نازانم چی ئیتر بۆڵە بۆڵی تێ. الحرص على إخفاء العمل، وصرە لەسەرەوەی کەوا کردەوەکانی بشارێتەوە. اتقان العمل في السر، کاتێک لە پەنهانایە يعني زیاتر وترە لە کار و کردەوەکانی و لە نوێژەکانیان لە خشوعیان لە يعني نەک زیاترە، يعني لە کاتی نهێنیشە ئەم هەر کارەکانی بە جوانیەکە. بەڵێ الإكثار من العمل في السر، لە نهێنیە زیاتر کردەوەی زۆر زیاتر، يعني نهێنیشە هەر کار زۆرەکە. أن يكون عمل السر أكبر وأكثر من عمل العلانية، زياتر لو كردواني كوالا أشكر أكرت. قال الفضيل رحمه الله إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك، فهذه كلها من علامات الإخلاص، وليحذر المسلم فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. الله. كان زين العابدين آبائنا كيف فضيل شرح كين الله إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك، وهي قرأ نية إرادتي لتوقرك نية وهم بي أو كتو كتشون جبجيكي، أما همي بلغي إخلاصه بويا مسلمان أبي زور أقدار بيت، فإن من شاهد في إخلاصي الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. الله هل كسل لا إخلاص كردني أو أبزاني أو مخلصة بويا إخلاصك بيويسي بإخلاصه يعني تو حتى لك هات إخلاصي شا حر هورا ده يجي نكا خواه نكا عيبيكم هبوبي يعني حر زور ضل بخود خوشنية ويجي ربنا بناي كعباكي تو بيغمري كرقت بيغمره بيك وأمري خواه جبجيكن تو أو من عالم عليك بتشوك بهاتي لم سحرايا بجيد الله استخوا بيتان يجي مال بخوا دروس كان تاخ بيت الروقب وخلقي لا اخوا برستيبكا كدروس يكاي خرش بخرش بيري لك شلون بريانه شلون هذه عم قرتوها لقال الله يشاء ترسي علي ربنا تقبل منا اخويا ليه ما قبولك لانه قبولينك. كان زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة ويقول الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل ورأوا على ظهر آثارا مما كان ينقله من جرب الدقيق بالليل وقد كان يعول 100 بيت. الله زيني عابدين الروي بشوان قش شويك خواردن يلا قرد بو چندين مال يعني الشو توزيعيا كرد أي دابيان بشاني خوي نيشي دابا خلق أي فرمو صدقة كردن لشوانا توري خوا أكو جينيتوا توري خوا يعني دا أمريكيني جاء أفرمي خلقانيك لمدينة بون خواردني عن كش بيانياني هوس يعني خواردني عن بودان رابو يعني خواردني تايبتيان بردم درقايا بودان رابو فقير حال بون علينا أنا زاني لكيوهات حتى أو وفاتي كرد كوفاتي كرد سيران كرد نما
يعني اوك اي هم الرجاء هاد نما هم الشيك هاد نما دوای کە جەنازەکان شۆردۆ تەماشایان کردبان پشتی ئاساری ئەوەی پێوە دیارە کە گشتەیەک فەردەی نێداوە تایشانە ئەم ماڵ ئەو ماڵێ کرد ئەی گەورە لە گوناحمان خۆش بێ خۆی تەعالی لێمانی قبول بکە و صلى الله وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.